بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض دستة جاتوه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعملها من من الصينية المستطيلة العادية بتاعتنا. مش هنعملها في صاج ولا حاجة، عشان اللي ما عندوش صاج يعرف يعمل الجاتوه بأسهل طريقة ان شاء الله. وهنعمل برضو الكيك نص ونص في صينية واحدة. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. شايفين ما شاء الله الجاتوه جميل ازاي؟ ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات على جاتو النهارده. هنحط بقى 3 بيضات كده يكون حجمهم كبير في العجان. لو البيض حجمه صغير هنحط 4، وعليهم نص كوباية سكر، وعليهم كوباية ونص دقيق، وننخلهم كده كويس، وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص كوباية مية، وعليهم معلقة صغيرة ملانة محسن. نضربهم بقى في العجان لما القوام يعلى كده، وصلوا للقوام ده كده ان شاء الله. نقوم بقى فضين نص الخليط بالظبط في الصينيه المستطيله الوسط مش الكبيره. نحط فيها كده ورقه زبده، ونحط نص الخليط في نص الصينيه بالشكل ده كده، والنص التاني هنحط له معلقه كاكاو كبيره بالشكل ده كده، ونقلبه بالاسباتيولا نضربه ضربه تاني في العجان. ولو لقيت الخليط تقيل معاكي هتزوديه معلقه واحده بس ميه، ونقلبه بقى ونحطه في النص التاني بتاع الصينية بالشكل ده كده. نصب كده، نحاول نظبط الخليط على قد ما نقدر عشان يبقى نص ونص. نص الخليط بقى يعني متساوي كده، شوكولاتة وفانيليا. ونفرده برضو بالاسباتيولا بالشكل ده كده، ونحاول كده نظبط الوش على قد ما نقدر. ولو دخلت الالوان في بعض كده، يعني دخلت الفانيليا والشوكولاته في بعض من فوق، ما تقلقيش الكيك من نفسه مش هيدخل في بعضه، هيبقى القشره بس اللي على الوش، ونبقى نقشره في الاخر. انا كده دخلته الفرن وطلعته، غطيته في فوطه وسبت لما برد تماما. انا يومها كنت مستعجله عليه، دوبك ما كملش نص ساعه او ساعه واشتغلت فيه على طول. لان كنت مستعجله عليه، عشان كده ما كان الكيك مش مستحمل معايا. بس هو لما يبات معاك لتاني يوم يبقى احسن، احسن كتير يعني عن كده. انا كنت بشتغل فيه وهو كان لسه سخن كمان، ما كانش برد. شلت بقى ورقه الزبده وهقسمه بالنص بالظبط بالشكل ده كده. شايفين اتهربد معايا من الطروف ازاي؟ عشان انا كنت شغاله فيه وهو سخن، انا كنت مستعجله عليه. وشايفين بقى لما شلت الوش الوش هو اللي داخل في بعضه، انما الكيك من تحت نص ونص زي ما هو. ما تقلقيش من الخطوه دي خالص، ان شاء الله اشتغلي وكله هيبقى تمام باذن الله. هنحط كده طبقة على على قاعدة أو على بورد أو على أي حاجة بقى عندك، يعني على قاعدة تورتة أو على قطعة زي دي أو أي حاجة موجودة عندك عشان تدخليه الفريزر عليها. نحط أول طبقة كده، ونضرب كوباية كريم شانتيه عليها كوباية وربع مية فيها تلج، أو كوباية مية على حسب نوع الكريمة. ونحط معلقتين سكر ومعلقتين كريمة باستري، ونضربهم بالشكل ده كده لما يوصلوا لقوام الكريمة الحلو المتماسك. نحطه بقى في كيس حلواني، ونحشي طبقة من الكريمة كده كويسة، تكون طبقة يعني حلوة، ما نقللش الكريمة عشان هو الجاتو طبقتين. هنحط بقى الطبقة التانية ونضغط على الكيك شوية كده على قد ما نقدر، ونقشر بقى الوش كده معانا. لو الوش غامق معايا شوية ممكن تقشريه، لو مش حابة تقشريه مفيش مشكلة خالص، بس انا قشرته. بس هو الكيك لو فضل معاك لتاني يوم يبقى احسن كتير كتير كتير. انا مجربة الطريقتين. الكيك لما بفضل تاني يوم بتبقى الشغل فيه يعني حلو ومريح كده، وما بتفرفتش ولا بتهربد معاكي ولا حاجة بتبوظ منه ولا اي حاجة. تعرفي تشتغلي فيه براحتك خالص وبيبقى طري وجميل. هنحط بقى اخر طبقة كريمة بالشكل ده كده. نحط برضو طبقة كويسة كده من الكريمة. كيس الحلواني بيسهل عليكي انك تحطي الكريمة بطبقة متساوية. هنسوي بقى سطح الكيك بالترانش او بسباتول او اي حاجة موجودة عندك. نسوي كده السطح كويس اوي بالترانش ده كده، عشان يبقى القطع كلها زي بعضها. وهشنشره بقى زي ما انتم شايفين كده بالترانش اللي معايا ده، او ممكن تشنشريه كده بالسكرابر اللي هو المشنشر اللي هو البلاستيك ده. اي حاجه بقى مشنشره عندك ممكن تعمليه بيها، لو ما فيش عندك اللي هو السكرابر ده. ادخله بقى التلاجة بتاع الفريزر. ادخله الفريزر كده حوالي ساعتين لو مستعجله عليه، او ساعه. بس هو برضو ممكن تعمليه من بالليل وتبيتيه تاني يوم الصبح متجمد، مفيش مشكله خالص. هقسمه بقى بالشكل ده كده. انا عملت مكان منهم كده او ربعه كده بالشوكولاته. عملته بجيلو الشوكولاته يومها، ما كنتش عملت بجناش لان ما كانش عندي جناش يومها. عملته بالجيلو الشوكولاته بالشكل ده كده. قسمت بقى تلات مقاسات يعني، او عملت كده بالنظر، ما قسمتش يعني مقاسات بالظبط.
وعملت النص التاني بالجيلو كراميل. ممكن بقى الصوصات دي على حسب بقى انت بتحبي ايه، تحطيه. تمام. افرد بقى الجيلو كده كويس على قد ما اقدر، بس حاولي على قد ما تقدري انك تظبطي ايه، يعني ما تضغطيش على ايدك وانت بتفردي الجيلو عشان الكريمه ما تبص معاكي او تتبهدل معاكي. والربع ده هسيبه كده فاضي، مش هحط له اي اضافات خالص، هسيبه كده ابيض زي ما هو بالشكل ده كده. بميه سخنه بقى عندي، اجيب ميه سخنه كده الاول. هعمل بقى خطوط كده الاول بالنوتيلا البيضة. عملت خطوط يعني ايه عشوائي كده على الجيلو الشوكولاته، يكسر بس معايا لون شويه، وحطيت نقط كده على جيلو كراميل. هعمل بس شكل يعني ايه زي التشبيحه كده. ممكن تعمليه انا جيت اعمله بخلة الشيش طاووق، لقيتها مش حلوه، عملته بالمعلقه. يدي بس منظر عشوائي كده مش اكتر، يدي بس منظر حلو وبطريقه عشوائيه، مش حاجه معينه يعني. وبعدين بقى احط الترنش في ميه سخنه، تكون سخنه قوي لان الجاتو كان بايت في الفريزر. وقطعت الجوانب بالشكل ده كده. حاولي على قد ما تقدري ما تهدريش كتير من الجاتو عشان ما ياخدش من القطعه. يعني شايفين انا بشيل طبقه رفيعه جدا، حته رفيعه جدا من الجوانب. شايفين يا دوبك بس بظبط الكيك بس عشان ما نهدرش من حجم قطعه الجاتو. كده خلصت الجوانب كلها بالشكل ده كده. هقسم بقى الجاتو من النص بالظبط. لو مش هتعرفي تقسميه بالنظر كده، قسميه بمسطره، يعني قسي بالمسطره هي كام سنتي بالظبط وقسمها بالنص عشان تبقى القطع كلها زي بعض. قسمتها بكده بالنص، ولازم في كل مره تحطي الطرنش في ميه سخنه وتنفضيه كده او تمسحيه وتشتغلي بيه. تقطعي بقى كده بالمقاس اللي تحبيه، بس هي انا بقطع كده بثلاث صوابع بتاع ايدي، او تقطعي 5 سنتي على حسب بقى ما تعرفي تعملي، او تقيسي بالمسطره تشوفي حجم الجاتو معاكي كام وتقيسي على اساسه. هنطلع بقى الجاتو ده 12 قطعه. شايفين بطريقه سهله جدا. عملت هنا الاربعه الاخرانيين كده، عملتهم مثلثات وهحط عليهم شوكولاته ويفر بالشكل ده كده. اختلاف بس مش اكتر يعني عن التانيين، يبقى حاجه مختلفه شويه. وحطيت كده شوكولاته هنا على الشوكولاته، وحطيت بسكوت كده اسمه ايه ده، كور كده كريسبي اللي هي البيضة ديت على الكراميل. وعملت هنا خطوط بالنوتيلا على البسكوت الويفر. هو كان الكيس مكانه مربى حليب، كنت هعمل بمربى الحليب بس ايه هو كسل بقى بعيد عنكم. حطيت النوتيلا على مربى الحليب فطلعت معايا اللون اللي هو التشويحة دي، وهي مش مشكلة، انا كنت عاملة بقى قبلها على طول مربى حليب، بس قلت الابيض يكون احسن. وهو طلعت معايا الدرجتين، المربى الحليب وطلعت معايا النوتيلا، وطلعوا معايا بالجمال ده. يا رب الطريقه تعجبكم. شايفين ما شاء الله حجم القطعه عامل ازاي والكريمه عامله ازاي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. وحجم القطعه جميل جدا ومش صغير ولا حاجه، جميل جدا. قولي لي بقى رايكم في الكومنتات. وشايفين الخلطه ديت ميكس شوكولاته وفانيليا مع بعض. قولي لي بقى رايكم في الكومنتات، وما تنسوش بقى لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. والسلام عليكم.